من بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي وباتشوكا بدأت توجه انتقادات قوية وشديدة جدا لكهربا، وبدأت الناس أو الغالبية العظمى يشيلوا كهربا الليلة كلها، وفي البعض حمل مجلس إدارة النادي الأهلي المسؤولية نتيجة عدم التدعيم. ومع احترامي لكل الآراء اللي ما عنديش شك إطلاقا إن كل الهدف منها مصلحة النادي الأهلي طبقا لوجهة نظر كل واحد، فأنا من وجهة نظري شايف إن اللي يتحمل المسؤولية كاملة لما وصل إليه النادي الأهلي أو خروج النادي الأهلي أو عدم إحراز النادي الأهلي للبطولات أثناء المباريات الرسمية واللجوء دائما لركلات الجزاء، المسؤول الأول والأخير من وجهة نظري هو مستر كولر المدير الفني. مستر كولر المدير الفني اللي ما بيبصش في ساعته في المباريات لإجراء التغييرات إلا في الدقيقة 70، في الوقت اللي كلنا بنبقى شايفين ان في بعض اللعيبه بتبقى محتاجه تتغير من اول ربع ساعه في المباراه، بيفضل سايبهم لاخر المباراه. مستر كولر اللي عنده لاعب زي كريم الدبيس ومع ذلك بيلاعب عمر كمال عبد الواحد باك شمال. لا مستر كولر اللي عنده رضا سليم وكان عنده قبل كده احمد عبد القادر ومع ذلك بيلاعب امام عاشور جناح شمال. مستر كولر اللي ما فيش ولا مهاجم في الدوري المصري كله عاجبه، ولا مهاجم اتعرض عليه من مجلس اداره النادي الاهلي ووافق عليه وكان مقتنع بموديس وبيفرضوا علينا فرض. مستر كولر اللي قناعاته باللعيبه كلها غلط. مستر كولر اللي بيبقى عنده لاعب زي قفشه لما بينزل في اي مباراه بيغير سير المباراه وبنحس بتاثيره ووجوده في الملعب، ومع ذلك بيفضل عليه امام عاشور اللي اقل انتاجا من قفشه في الملعب. كولر اللي بيقول لك انا كل اللي يهمني في اللاعب ان هو يكون بيتمرن كويس جدا عشان ياخد حقه في الملعب، في الوقت اللي انا عارف ان في حاجه اسمها لعيبه تمارين. يعني ايه لعيبه تمارين؟ يعني لعيبه بتتمرن كويس جدا في التمرين وبتأدي بقوه قويه جدا في التمرين، وبينزل في مباريات بتكون الانتاج بتاعه او انتاجهم قليل. في لعيبه كتير بيبقى كده زي طاهر محمد طاهر، ممكن يكون بيتمرن بقوه وبيتمرن كويس جدا ولكن انتاجه في الملعب حتى وان بدأ الموسم كويس ولكن بدأ يرجع لعادته اللي احنا عارفينها عنه. وبالتالي مستر كولر قناعاته باللعيبه غلط، حكمه على اللعيبه غلط، دمر لعيبه نفسيا، بدا ما يخلقش دوافع للعيبه اللي موجوده عنده، بدا يحصل فروق ما بين اللعيبه اللي موجوده في الملعب واللعيبه اللي موجوده على الدكه، والسبب الرئيسي هو لان انت دمرت اللعيبه. لما يكون عندك لاعب زي كهربا اللي الناس بتهاجمه هجوم شديد وانا مشفق عليه، السنه اللي قبل اللي فاتت كان هو نجم الفريق وهو السبب في احراز النادي الاهلي لبطوله افريقيا. لما تلاقي لاعب امكانياته كده وكان بالمستوى ده ومستواه ينزل، اعرف على طول ان في سبب نفسي، والسبب النفسي الاساسي هو المدير الفني. مع الاسف كولر مش عارف يتعامل مع اللعيبه نفسيا، مدمر اللعيبه، ما بيخليش اللعيبه عندها دوافع جديده. اخر 3 بطولات الاهلي لعب فيهم وصلنا لركلات الجزاء لان مفيش تحولات هجوميه من الدفاع للهجوم بشكل صحيح بيتم، وده يتحمله مستر كولر في الاول وفي الاخر. لما يبقى عندك اللعيبه خايفه من ركلات الجزاء وخايفه تشوط ركلات الجزاء، يبقى انت كمدير فني فشلت انك انت تدي الثقه للعيبه دي وتمرنهم على ركلات الجزاء اللي يبقى عندهم القدره ان هم يحرزوا ركلات الجزاء، بل بالعكس انت خليتهم يخافوا منها. وبالتالي انت كمدير فني فشلت في انك تدي الثقه للعيبه بتاعتك، فشلت انك انت تخلق دوافع جديده ليهم، بتفشل انك انت توظف اللعيبه بتاعتك في اماكنها الصح عشان تاخد اكبر خرج، وبالتالي بتحط اللعيبه في اماكن غير اماكنها في الوقت اللي انت عندك لعيبه تانية لو اتحطت في مكانها هتديك انتاجيه اعلى، ولكن انت مع الاسف بتيجي عليها، والنتيجه في الاخر المستوى اللي بيظهر بيه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ما بيقدرش يخلص المباريات في وقتها الاصلي برغم ان احنا بنخلق فرص. بس العيب ده موجود في النادي الاهلي من زمان وانا اتكلمت عنه، ان الاهلي بيحتاج يخلق 6 أو 7 فرص محققه للتهديف عشان يحرز منها هدف ولا 2، ومش هي دي الكواليتي بتاع اللعيبه او الجوده بتاعت اللعيبه اللي تقدر تخدمك في مستوى عالي زي كاس العالم للانديه او زي بطوله الانتر كونتيننتال. احنا اي نعم اتغلبنا، بغض النظر عن التحفيل انت اتغلبت من بطل قاره في قبل نهائي كاس عالم في بطوله قاريه. مش فارق معايا التحفيل، مش فارق معايا الكلام ده كله، انا فارق معايا النادي الاهلي وفارق معايا فرقتي. لو مجلس اداره النادي الاهلي عاوز النادي الاهلي يفوق من وجهه نظري لازم مستر كولر يتغير. اي نعم حقق انجازات، اي نعم حقق بطولات، لكن هو كده جاب اخره. مجلس الاداره ما بيقدرش يجيب لاعب الا بموافقه المدير الفني زي ما جاب عمر الساعي، وكانت النتيجه ان كولر ركنه لان مش هو اللي مختاره وما كانش عايزه، وبالتالي محتاجين مدير فني
جديد يخلق دوافع جديده للعيبه، يقدر يرجع اللعيبه دي نفسيا، يقدر ان هو يبقى قناعاته واختياراته للعيبه وتوظيفهم في الملعب توظيف صحيح، عشان يكون في دوافع جديده ومستوى مختلف للنادي الاهلي. فمن وجهه نظري على مجلس اداره النادي الاهلي الاستغناء عن كولر قبل كاس العالم، واختيار مدير فني كفء قادر على تحول النادي الاهلي في المستوى، وهيكون عنده كره هجوميه اللي بيتميز بها النادي الاهلي ويلعب بشخصيه النادي الاهلي. لكن مستر كولر من وجهه نظري جاب اخره مع النادي الاهلي. يا رب دايما اشوفكم على خير. قد يتفق معايا البعض وقد يختلف معايا البعض في رايي، لكن انا شايف من وجهه نظري ان كولر هو اللي يتحمل المسؤوليه كامله لما وصل اليه النادي الاهلي، وتغييره اصبح واجب. دي وجهه نظري، ويا رب دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.